الشرق الأوسط من القاهرة ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من صباحك معسكر بتفتح مزهر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يا صباح العسل والبرد والتكتكة. عاملين ايه يا حبايب قلبي في البرد ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماراتي الحلوين، يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب ما عندكوش برد زي كده. هبدأ معاكم الروتين النهاردة ان شاء الله كله نشاط وحيوية وتحدي كده للكسل والتكتكة. حطيلي بقى لايك للفيديو ويلا كده دعوة حلوة من قلبك في التعليقات. اول حاجه هبدا معاكم بيها شوربه الخضار. اول ما الواحد بيحس ان عنده برد كده، خاصه لما بكون انا والولاد والبيت كله يعني ما شاء الله نزلة البرد يعني ما شاء الله مسلمانا لبعض، فبدات بشوربه خضار كده. وبعد كده بقى هنعمل مع بعض فقرات حلوة قوي وحاجات افكار حلوة كمان قوي هتساعد الولاد في النشاط اللي هو الاجازة. كنت قلت لكم هشارك معاكم الافكار دي، فان شاء الله النهارده في فقره كده في الروتين، يعني عمل كده نشاط حلو قوي ممكن الولاد يعملوه كمان في البيت بكل سهوله. بصوا بقى، انا جبت العلب اللي هي علب العصير دي. بعد ما بتخلص بصراحه ما برميهاش، نادرا يعني لما ارميها، بمسكها كده واعيد تدويرها بقى كده واستخدمها اعمل منها منظمات حلوة قوي، واعمل منها افكار جميلة جدا جدا في التنظيم وترتيب الدواليب عندي والادراج والكلام ده كله. هوريكم دلوقتي فكرة حلوة قوي. بصراحة الفكرة جات لي لما فكرت أجدد في المطبخ، وكنت عايزة أجدد بصراحة من غير ما أتكلف كتير. يعني قلت هعمل إعادة تدوير كده وحاجات يعني هتبان بقى ان هي شيك كده قوي، وفي نفس الوقت مش هتبقى مكلفاكي حاجة خالص. فعلبة العصير دي قلت مش هرميها، رحت نزلت المكتبة اشتريت لها بكرة اللزق دي اللي انتوا شايفيني بغلفها بيها. بكرة اللزق دي ب3 جنيه، ماشي، بتنزلي عند المكتبة وتقول له عايزة بكرة لزق كده اللي هي بيبقى عليها اشكال دي، حلوة قوي ب3 جنيه. وهي يعني زي ما انتوا هتشوفوا معايا هي غلفت لي نص العلبة. يعني بصوا داير ما يدور كده بقيت امشي بالبقرة. الفكرة دي حلوة قوي، يعني ممكن تخلي حد من ولادك مثلا يعملها يطبقها في الأجازة، خاصة لو سنه كبير شوية، يعني من أول مثلا 10 سنين كده هتبقى سهلة عليه تطبيق الفكرة دي. قولي له ايه، انزلي كده خدي مثلا بنتك او ابنك او كده وانزلوا هاتوا الادوات دي وجددوا بالافكار دي واعاده التدوير منها، هيضيعوا وقتهم في حاجه حلوه وفي نفس الوقت هيعملوا لك حاجات بتكاليف قليله قوي، بدل ما تروحي تشتريها منظمات بالسعر اعلى طبعا بكتير. وكمان هيضيعوا وقتهم في حاجه مفيده بدل ما يقعدوا يمسكوا التليفونات والفيديوهات والكلام ده كله. فدي من ضمن الافكار حلوه قوي قوي في النشاط اللي هو الصيفي او الاجازات عامه للولاد يعني. فقلت اشاركها معاكم كده. الحاجات دي بصراحه متعوده ان انا بعملها من وانا طالبه يعني من وانا في بيت اهلي، وانا صراحه بحب اعمل الموضوع ده. بصوا بقى، انا هنا الجزء الباقي من العلبه غلفتها بورق الفويل اللي هو كان عندي في المطبخ ده، باي جلاده عندك باي حاجه تدي شكل جميل. انا لقيت اللون السيلفر بتاع ورق الفويل ده هيبقى لايق قوي مع لون الاستيكر اللي انا لازقاه ده بتاع البقره. زائد ان انا عندي كمان زي ما انتوا شايفين الرخامه لونها هيبقى حلوه لايق عليها قوي. البوكس توهو عليها او المنظم توهو عليها ولونه سيلفر كده، والمطبخ عندي لونه احمر كده نبيتي، فهيبقى لايق قوي مع لون الاستيكر اللي انا غلفته ده كده. فانت ليقي الالوان مع بعض، يعني هاتي اللون البقره اللي انت هتشتريها تبقى لايقه مع لون المطبخ عندك، عشان لما تغلفي العلبه زي كده يبقى المنظم حلو وشيك ولايق جدا مع لون مطبخك. بعد كده جبت بقى فوم كده اللي هو البرونزي ده اللي بيلمع، وقصيته كده على شكل فانوس. جبته طبعا لونه احمر، يعني بحاول انا انسق الالوان كده مع بعض. مثلا هستخدم السيلفر مع الاحمر بيبقوا لونهم حلو زي ما انتوا شايفين كده، ادوا شكل رائع بصراحة.
وحطيت بقى فيه الطقم السيليكون ده جميل جدا. بعد كده بقى هندخل مع بعض كده. حابه اقول لكم برضو على فكره من افكار التوفير في عمايل الغدا. طبعا كلكم عارفين سعر الفراخ دلوقتي عامل ازاي، فجبت انا بقى ايه، لقيت منافذ بيع القوات المسلحه بتبيع البانيه بسعر مدعم، يعني بيبيعوا كده طبق حوالي 800 جرام. 800 يعني، معلش بعتذر لو الصوت مخنف شويه مش واضح، يعني حوالي كيلو الا ربع بانيه. بالطبق ده ب105 من هي منافذ بيع القوات المسلحة. تمام. فطبعا هيبقى موفر معاكي اكتر من لما تجيبي من بتاع الفراخ. هيبقى لا، سعر البانيه دلوقتي ب150 تقريبا يعني. قلت ايه، خلاص جبت الطبق ده وهعمل منه بقى ايه، هقسمه على نوعين من الاكلات. هعمل دلوقتي شاورما. قطعت جزء منه، هو بيبقى عاملهولك كده ايه، صدور كاملة كده يعني، فاهميني، صدور كاملة يا دوبك بس خلينها من العظم. وبحس ان انت لو عايزة تعملي بالصدور دي استريبس هتعرفي تقطعيها، تعرفي تقطعيها بانيه بكل سهولة، تعرفي تقطعيها قطع صغيرة شاورما او شيش طاووق، هتبقى سهلة في اي نوع من الاكلات. فانا الجزء ده هعمله كده شاورما، انتوا عارفين طريقتي طبعا فيها. والجزء التاني قطعته ومسكت بس صدر كده، قطعته ايه، شرايح كده صغيرة اللي هو الستريبس. وطلعت بقى البصل اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض في التجهيزات الفيديو اللي فات. وجميل جدا، عايزه اقول لكم يا بنات بجد مفرزت بصل لذيذ قوي، فكرته فعلا سهله وبسيطه. وطلعت كده جزء منه يعني، كيس كده، انا كنت مقسماه كل بصلتين كده في كيس كده، مبططاهم في كيس. فاستخدمت كيس اللي هو البصلتين دول، قسمت نص الكمية على الشاورما، ونص البصل التاني المبشور قلت اتبل بقى بيه الايه الستريبس بقى ايه، بحيث وهعينه بقى بعد ما اتبله بالبصل والملح والفلفل بهارات الفراخ والكلام ده كله زي تتبيله البانيه عادي. حابه بقى تضيفي شويه كاتشب عشان يديكي طعم الستريبس اللي هو اللي بيبقى بتاع كنتاكي ده، فبيبقى حلو برضو. بس اللهم صل على النبي. تبلته بقى بالبصل المتفرز ده وعينته في التلاجة، غطيته كويس وعينته في التلاجة، وقلت بقى ده هيبقى ايه، اكلة تانية، وجبة تانية يعني غير الشاورما. يعني عملت منه زي ما قلت جزء شاورما وجزء استريبس. بعتذر منكم جدا حبايبي لو الصوت مش مطابق للمقاطع، لان المونتاج عايزه اقول لكم مبهدلني اخر بهدله. برنامج المونتاج يعني حلف عليا انه يطهقني في عيشتي والله بجد. يعني بقالي ساعتين بسجل اصلا في الصوت، بقالي ساعتين فعلا حرفيا بسجل في الصوت، عمال يقطع مني، ولدرجة اني مسحت المونتاج خالص، البرنامج خالص، ورجعت نزلته تاني من على النت، فبرضه لسه في نفس المشكلة. فهتلاقوا انه كمان الفيديو متسرع بزيادة غصب عني، يعني عشان فعلا بيزهقني اوي في التسجيل، فاضطريت ان انا اقلل الوقت بتاع التسجيل، لانه كل شويه بيفصل مني وبقعد اعيد التسجيل تاني من الاول. فيا رب ما يكونش يعني ما يكونش بالنسبه لكم موضوع مزعج قوي، فبجد يعني سامحوني على الوضع ده. طبعا شفت فقرة غسيل المواعين وبوريكم ما شاء الله كانت كمية مواعين محترمة. وبعد كده دخلت بقى على الفراولة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كنت جايبة 2 كيلو فراولة، قلت ايه هستخدم جزء منهم يعني دلوقتي، وهرمي منهم جزء برضو كده في الفريزر. هتبقى حلوة يعني، بحب كده اشيل الفاكهة دي في الفريزر، بتبقى حلوة قوي كعصاير، وكمان في رمضان هتبقى حلوة قوي. يا رب الخلافات ده يروح بقى، لان الصراحة الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين، يعني بحس ان انا عقبات كتيرة قوي بتقف لي في موضوع القناة ده، فالله المستعان. يا رب يا رب يجعلها لي ان شاء الله طريق خير يعني. فالمهم يا حبايبي تعالوا بقى نثقل الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ناخد حسنات بقى طالما المونتاج قرفنا واليوتيوب مزهقنا ومفيش ارباح ومفيش شغل في القناة، تمام، نثقل الميزان بقى، اهو ميزان حسناتنا اللي قاعد لنا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عايزه دعوه حلوه كده من قلوبكم بقى كده، وفي الايام الحلوه دي في شهر رجب وانتوا صايمين كده، والايام الحلوه دي
تفتكروني بقى كده بدعوة حلوة وعلى الفطار. طبعا بقيت اختار كده الفراولة اللي هي السليمة اللي انا هفرزها، والفراولة اللي بيبقى فيها جزء كده ايه مستوي بزيادة، ده خلاص بقى اللي انا ايه هستهلكها فوق يعني في الوقت دلوقتي. شفتوا بقى البرواز القمر اللي حبيبتي عبير يعني من احلى المتابعين وارقهم، وهي عندها على فكرة صفحة على الفيسبوك يا بنات بتعمل فيها الشغل الهاند ميد المكرميات دي وادوات منزلية وحاجات حلوة قوي. هبقى ان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاع الصفحة بتاعتها في صندوق الوصف. بصراحة شغلها حلو قوي يعني. بصوا كاتبالي مملكة أم مازن بخط جميل والخامة عايزة اقول لكم تحفة بتاعت المكرمية حلوة فعلا. هي كل بصراحة الادوات اللي انا يعني جبتها من عندها حلوة قوي. فهي ليها صفحة على الفيسبوك بكرة اجمل تقريبا، والاكونت بتاعها باسم عبير جمال. هي كمان من متابعين القناة. انا ان شاء الله بامر الله زي ما قلت لكم هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها لو حابين بقى بتحبوا انتوا تشتروا مثلا تجديدات كده رمضان. بتعمل برضو مكرميات حلوة قوي عليها رمضان كريم والحاجات بتاعت رمضان دي، فحلوة قوي واسعارها كويسة جدا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين يا بنات انا جبت الاطباق دي غسلتها كويس قوي وسبتها تصفي، وبدات ان انا ايه اقسم فيها الفراوله زي ما انتوا شايفين كده. الاطباق دي بتبقى عندي مثلا انتوا عارفين المحلات مثلا اطباق مش عارف مطرح رز بلبن، محلات خاصه اللي بتبقى غاليه مثلا. فالاطباق دي الصراحه لما بتجيلي البيت خلاص بقى بغسلها وبعيد استخدامها تاني، لانها بتبقى البلاستيك بتاعها نظيف يعني بيبقى مكتوب عليه 5 من تحت كده، فبيبقى يعاد استخدامه بيبقى حلو قوي. فبصراحة العلب دي يعني بتنفعني أوي في التفريزات الخضروات الفواكه الحاجات البسيطة دي، وبتبقى كمياتها زي ما انتوا شايفين كده على قد المرة، بتبقى حلوة قوي. هقسم بقى الكمية دي ال3 علب دول هحطهم عادي في التلاجة، وال3 التانيين هشعلهم بقى في الفريزر رمضان بأمر الله. اللهم بلغنا رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله.